السلام عليكم. أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في نزال بطولة العالم للوزن خفيف الثقيل بين البطل البرازيلي السفاح أليكس بيريرا والمقاتل الداغستاني المسلم محمد أنكلايف، وكيف تمكن أنكلايف من سحق بيريرا بلا رحمة وتحقيق ما عجز عنه جميع المقاتلين قبله. فتابعوا معنا، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أحببتم المقطع. أقيم اليوم نزال بطولة العالم للوزن خفيف الثقيل لليو اف سي، وذلك بين البطل البرازيلي وحامل اللقب أليكس بيريرا، مرعب المقاتلين ومحطم الأبطال، والذي دخل اليو اف سي كالعاصفة وسيطر على الوزن المتوسط وخفيف الثقيل في مواجهة المقاتل الداغستاني المدمر والمتكامل محمد أنكلايف، والذي كان الأمل الوحيد للقضاء على بيريرا وتحطيم غروره. وبعد انتظار طويل اجتمع المقاتلان في الحلبة أخيرا، وكل منهما يعلم أن الدقائق القادمة هي الدقائق الأهم في حياته على الإطلاق. وهنا دقت ساعة الصفر وأعلن الحكم بدء النزال أخيرا. وفور بدء الجولة الأولى بدأ المقاتلان بالالتفاف حول بعضهما البعض، وبدأ بيريرا بتوجيه ركلاته المنخفضة المشهورة لقدمي أنكلايف، وقد رد عليها أنكلايف أيضا ببعض الركلات المنخفضة والتي كان يوجهها لركبة بيريرا. بعد ذلك بدأ بيريرا بالهجوم وتوجيه الركلات العالية والالتفافية لرأس أنكلايف، والذي تفاداها ورد عليها ببعض اللكمات السريعة. ولأول مرة نرى أي مقاتل يقوم بالضغط على الوحش البرازيلي وملاحقته عبر الحلبة، فدائما ما كان بيريرا هو الذي يضغط على خصمه. وفي نهاية الجولة انقض أنكلايف على قدم بيريرا في محاولة لإسقاطه، ولكن البطل البرازيلي أفشل تلك المحاولة ودافع بشكل رائع ليكسب نقاط الجولة الأولى. وفي الوقت بين الجولتين أعاد أنكلايف إلى زاويته وهو يعرج بشكل بسيط من تأثير ركلات بيريرا المنخفضة. وفور بداية الجولة الثانية انقض أنكلايف على بيريرا منذ اللحظة الأولى وأجبره على التراجع إلى السياج، وثم وجه له عدة ركلات قاسية لجسده وأقدامه. بعدها عاد المقاتلان لوسط الحلبة، ووجه بيريرا ركلة عالية لرأس أنكلايف، والذي قام بصدها والرد عليها بلكمتين رائعتين لوجه بيريرا أعادته إلى الخلف. وثم سيطر أنكلايف على بيريرا بشكل كامل، وبدأ بإصابته باللكمات واحدة تلو الأخرى. وقبل انتهاء الجولة بثوان قليلة حاصره عند السياج، ووجه له لكمة يسارية جهنمية أتبعها بيمينية مستقيمة أفقدت بيريرا توازنه وجعلته يترنح في مكانه، ولكن جرس انتهاء الجولة أنقذه باللحظة المناسبة. وفي الجولة الثالثة عاد أنكلايف لمهاجمة بيريرا وتوجيه ركلاته لجسده وأرجله، بينما كان كل تركيز بيريرا منصبا على تحطيم قدم أنكلايف الأمامية، وذلك للتخفيف من سرعته وقدرته على القتال. ومرة أخرى حاول أنكلايف إسقاط بيريرا أرضا، ولكنه لم ينجح في ذلك. وتبادل المقاتلان عدة لكمات للرأس عند السياج. والجدير بالذكر أن أنكلايف قد حقق وعده للجماهير وواجه بيريرا وقوفا، وكان يسعى لإسقاطه بالضربة القاضية كما وعد جماهيره. وقد بدأ التعب ينال من كلا المقاتلين في نهاية الجولة الثالثة. وفي بداية الجولة الرابعة انقض أنكلايف على بيريرا وحاصره عند سياج الحلبة في محاولة لإسقاطه. وقد بدا التوتر والتلبك واضحا على بيريرا، والذي تمكن من الدفاع والبقاء واقفا، ولكنه بذل جهدا كبيرا محاولا الهرب من المصارعة. وثم قام الحكم بالفصل بين المقاتلين،
ليعود للمواجهة في وسط الحلبة. وعاد أنكلايف لإصابة بيريرا بالعديد من اللكمات الرائعة، بينما عاد بيريرا لركلات الأرجل المنخفضة، وكأنه عاجز عن استعمال لكماته المدمرة والتي أطاحت بالكثير من المقاتلين قبل أنكلايف. وقبل النهاية بقليل انقض أنكلايف مجددا على بيريرا في محاولة لإسقاطه، وقد بدا المقاتل الداغستاني مسيطرا بشكل كامل على بيريرا، والذي ظهر عاجزا في الجولة قبل الأخيرة، حتى أن مدربه بدأ يطلب منه أن يهاجم بكل ما لديه من قوة وإلا سيفقد اللقب. وفي بداية الجولة الخامسة كان المقاتلان يعلمان أن عليهما المقاتلة بكل ما فيهما من قوة، فالدقائق الخمس القادمة هي دقائق الحسم. وبالفعل بدأت الجولة الأخيرة، وتمكن أنكلايف مجددا من توجيه لكمة يمينية مدمرة لرأس بيريرا، والذي تلقاها بشكل جيد. واستمر الملاكمان بتبادل اللكمات وضربات الجسد، وتمكن بيريرا أخيرا من إصابة أنكلايف بركلة عالية مفاجئة. وقبل نهاية النزال بدقيقتين فقط وجه بيريرا لكمتين قويتين لوجه أنكلايف كادتا تسقطاه أرضا، فرد عليه المقاتل الداغستاني بالانقضاض على قدمي بيريرا في محاولة أخيرة لإسقاطه وكسب نقاط الجولة، وبقي يحاول حتى انتهاء النزال. وهكذا أعلن الحكم انتهاء النزال وذهاب القرار لأيدي الحكام الثلاثة، والذين أعلنوا فوز البطل الداغستاني المسلم محمد أنكلايف بالإجماع، وهزيمة بيريرا والذي بدا الإحباط واضحا على وجهه ووجه مدربه، ليكون بذلك أنكلايف أول من يتمكن من السيطرة على بيريرا وسحق غروره في الوزن خفيف الثقيل. ومما لا شك فيه أن أنكلايف يستحق حزام البطولة منذ البداية، وأنه تعرض لظلم كبير من الحكام في أكثر من مرة، ولكنه تمكن من تحقيق حلمه أخيرا وانتزاع الحزام ولفه حول خصره، وقد أصبح في رصيده الآن 20 انتصارا مقابل هزيمة واحدة، وأثبت للعالم بأجمعه بما لا يدع مجالا للشك بأنه الأفضل، وأنه البطل الشرعي والمستحق لحزام بطولة الوزن خفيف الثقيل. فما رأيكم أنتم؟ نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.